قبل ما نبداو نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات، عشاق الوصفات التقليدية نحتاجكم حاضرين بقوة في هذا الفيديو. تدعموه لي بالجيم، تخليوا لي ديما آراءكم وتعليقاتكم. اليوم جبت لكم وصفة من وصفات الزمن الجميل واللي هي المقرقشات، وشكون فينا ما يحبهاش، خاصة أمهاتنا يموتوا على هاد الوصفات. اليوم جبتها لكم بالطريقة التقليدية، يجي ويا البنات كيما الكفريت. النتيجة راهي قدامكم، من يعني العجينة حتى للتعسال. تبعوا معايا حبيباتي الفيديو، ما تقلقوا ما تملوا، بربي ان شاء الله راحين تخرجوا وتستفادوا من هذه الوصفة وتجربوها اكيد وتفرحوا بها. قبل ما نبداو اكيد نسميو بسم الله ونروحوا مباشرة للوصفة نتاعنا اللي عطيت لكم المقادير مضبوطة بالميزان وبالكيل. بالميزان كيلت هنا نص كيلو تاع الفارينة كيما راكم تشوفوا، وزنت نص كيلو فارينة. نحط هذاك النص كيلو تاعي في القصعة ونحكم نكيل 4 كيلات. انا هنا ما قطعتش معكم الفيديو اللي كيلت هاد الغرفية تاع الحليب، قيتها ابوبري ما تجيبليش 4 كيلات، تجيب لي واحد 3 كيلات، بدلتها بواحد الكيله واحده اخرى. لازم البنات 4 كيلات، فهمتيوني؟ يعني نص كيلو تاعكم هذاك تحكموا تكيلو 4 كيلات باي كيله عندكم، باه من بعد تقدروا تكيلوا المارغرين. واذا كيلتيو يعني بالكيلوات، كل كيلو مارغرين حقا كل كيلو فارينه يقابلها 250 غرام تاع المارغرين دايبه، فهمتوني؟ يعني ونص كيلو تاع الفارينة يقابلها 125 غرام تاع المارغرين دايبة وباردة. كيلت 4 كيلات نتاعي ورايحة نغربلهم. هذه خطوة راهي ضرورية البنات باش تهبطوا يعني الفارينة تاعكم، تهويوها مليح، خاصة إذا كانت نوعية الفارينة ما مجربينهاش ما مولفينش بيها. أنا الفارينة اللي ديما نستعملها نقول لكم نستعمل لابيل، يعني تعجبني في المخبوزات ولا في هذه الحلويات. كيلت كيلة تاع المارغرين باردة كيما راكم تشوفوا، حطيت مغرف صغيرة تاع الملح ممسوحة، وحطيت مغرف صغيرة نتاع لافاني، وحطيت مغرف صغيرة نتاع خميرة الحلوى. بالنسبة لهذيك المارغرين البنات، بعد ما ذوبتها وخليتها تبرد، خليت مقدار أصبع درتو زيت، واحد 2 حتى 3 مغارف نتاع الزيت. يعني الكيلة تاعي اللي ناقصة صبع هذيك راهي فيها واحد 4 مغارف تاع الزيت، فهمتوني يا البنات؟ مهم الكيلة ماهيش معمرة، كيلة ناقصة أصبع تاع المارغرين. وانا قبل ما نوصل للأصبع هذاك ما عمرتهاش مارغرين، وضفت تقريبا من 3 حتى 4 مغارف نتاع الزيت. الزيت هذاك يزيد يعطيني خفة للقريوش ولا المقرقشات تاعي. واللي ما تضيفش البنات تضيفها كيلة قل أصبع مارغرين تضيف، فهمتوني؟ قعدت نبسس في هذيك الفارينة تاعي مليح حتى دخلت لي في المارغرين وتبست هذيك الفارينة. جبت حبة تاع بيض تكون صغيرة وضفت عليها 2 مغارف نتاع الخل، 2 مغارف صغار تاع الخل. وجبت الكيلة اللي زدت كيلت بها يعني الفارينة وليدام، حطيتها خليط ما بين الماء وما زهر، الماء عادي من الحنفية، وبقيت نضيف فيه بالعقل. ان شاء الله البنات يكون الشرح مفهوم، واللي ما فهمتش ترجع للتعليقات راني نرد عليكم. بقيت نضيف يعني ما داتليش الكيلة كاملة، فهمتوني؟ العجينة لازم تتحصلوا على عجينة تكون طرية، ما تجريوهاش بزاف وما تيبسوهاش بزاف. نلم العجينة تاعي وندلكها مدة 5 دقائق ونخليها تريح. انا العجينة تاعي وجدتها في العشية تاني نهار باش خدمت بيها. واذا لاحظتي وانا المقرقشات ولا القريوش تاعي هنا ما ضفت لهمش خميرة الخبز، ضفت غير خميرة الحلوى. يعني في النص كيلو ها واش ضفت مغرف صغيرة تاع ملح ممسوحة، مغرف صغيرة تاع لافاني، ومغرف صغيرة نتاع خميرة الحلوى. قطعتها إلى 4 قطع هكذا، يعني المبتدئات تسهل عليكم وتيجيكم العجينة يعني صغيرة وتقدروا تتحكموا فيها. إذا كنتيو مزروبين تقدروا تخليوها تريح 2 ساعات هكذاك وتبداو تخدموا فيها. إذا يعني ما كمش مزروبين خليوها تطول وترتاح على قد ما على بالكم العجينة هذه تاع البقلاوة ولا عجينة المقرقشات ولا القريوش، على قد ما تطول على قد ما تعطيكم نتيجة مثالية.
هنا تاني نهار هاكم تشوفوا جبتها قبل من الفريجيدير، خليتها ريحت حتى يعني تلقت لي روحها، وبديت نرش في سطح العمل تاعي هنايا بشويه تاع نشا، ما تكتروش النشا البنات، كميه قليله برك. على بالكم انا هنا ما راح نورقها ما والو، راح ندير لها طرحه واحده كيما الطريقه تاع زمان، ونبدا نطرح فيها بشكل طولي. الحاجه اللي ناكد لكم عليها البنات، ما تقعدوش تقلبوا في العجينه تاعكم هذه ولا القريوش باه ما تنشفش معاكم وما يحرش السطح تاعها من بعد كي تقليوها. حاولوا تدوروا برك العجينه، تدوروا بلا ما تقعدوا تقلبوا، ونبدا نطرح فيها. شوفوا العجينه كي تعود مرتحه يا البنات، تعطيكم الطوع تلعبوا بها كيما حبيتوا. انا شفتيوها في الاول ضفت النشا، ما زدتش ضفت، لكن رشيت رشه خفيفه برك. انا ماشني حبتها تجي فيها طعمه النشا، ومن هذيك اللي تجي تفتفت وحدها، يعني هذه تجيكم ملحمه وفي نفس الوقت مقرمشه. حاولوا تضغطوا بزاف على المنتصف وتطرحوها حتى يبان لكم سطح العمل، يعني تولي لكم ورقه شفافه. شوفوا هنا جبت الجراره واللاموس وبديت نعدل الحواشي هذوك، حاولوا تعدلوهم باش تيجيكم الحبه متحوفه. نحيو الزوائد هذوك وبداو قصوا شرائط. انا مبدئيا درت 3 اصابع، نتوما البنات الشرائط تحكموا فيهم كيما حبيتيو، يعني القيس تاعهم سمعتيوني. انا هنا درت اصابع، تقدروا ديروا 2 اصابع، فهمتيوني. خاصه اللي حابه ديرهم مشاريع تحاول تدير كيما نقولوا هاد السبت قد بعضهم باش تيجيو الحبيبات نتاعكم متحوفين. ونبدا نقطع فيها مباشره كيما راكم تشوفوا. الكميه اللي نبدا نخدم فيها ولا السبته اللي نخدم فيها، الباقي لازم تغطيوهم البنات باه ما تيبسش معاكم، خاطر كون تيبس معاكم من بعد رايحه تيجيكم يعني تتفتت وفي المقلب بدات تعذبكم. شوفوا الطريقه هنا، نوريها لكم هنا ونزيد نوريها لكم في الكاسرونه اللي رايحه نقلي فيها. هذه هي الطريقه اللي لهوتو بها العجينه تاعنا في الزيت. انا ديما نحاول، كاين 2 طرق، كاينه هذه اللي توقفوا الفرشيطه وكاينه اللي تدخلوا السبته بين سنين الفرشيطه. انا ديما قلت لكم المقرقشات تاعي نحاول نقليهم في كاسرونه احسن من المقله، هكذا يجيكم كميه الزيت بزاف وتتنفخ معاكم الحبه. حطيت السبته هذيك جبتها وحطيتها، والكميه الاخرى راهي مغطيه، وبديت نعقد فيها في الفرشيطه. الزيت البنات يكون على نار تكون متوسطه، ما تغليوهش بزاف باش ما تتحرقش معاكم. خلي كي يسخن نقصوا للنار. شوفوا كي ندخل السبته تاعي ونبدا ندور فيها، حاولوا تحركوا الحبه تاعكم بالفرشيطه في الزيت باه تتنفخ معاكم. شوفوا، وبعد ما نكمل نحاول ندي الحبه للحاشيه تاع الكاسرونه ومباشره نضغط عليها باش تتقفل لي، وغير تبدا يعني تنبل معاي. نرمي عليها الزيت، كي تلقاوها البنات بدات تنشف نحيو الفرشيطه عادي ورميو عليها الزيت. شوفوا انا جبت لكم الكوطي هذا خير باه تشوفوا، يعني الصوره راهي موضحه اكثر ما راني نهضر. ما تخليوهاش بزاف على الجهه هذيك، قلبوها يعني باش يجي اللون موحد. شوفوا يجيكم ذهبي الله يبارك. درك هنا قعدوا دوروا برك، راهي ليه تتحمر. شوفوا كيفاه تجيكم منبله الله يبارك وخفيفه. صدقوني هذه كوفريت الوصفه التقليديه، اكيد عطيتها لكم بكل حب وبكل مصداقيه باه اي وحده تروح تجربها تنجح معاها من اول تجربه. راكم توالفوا البنات، خاصه المبتدئات، ما تخافوا ما والو. جيبوا السبته حطوها في الفرشيطه، ها قبل ما تحطوها خلاص في الزيت ولهوتوا عليها. كي تلهوتوا ابداو درك هنا خدموا خدمتكم في الزيت. وكي تلهوتوا السبتات البنات ما تكسلوهمش بزاف، فهمتيوني. خليو شويه الفيد باه ما يجيوكمش ما تجيكمش معجنه، يعني تتنبل معاكم وتتنفخ معاكم. ان شاء الله تكونوا فهمتيوا واش قلت. ها شوفوا، من بعد كي نقفل بالحاشيه هذيك نضغط على الحاشيه ونبدا نرمي في الزيت بالاستعانه طبعا بالفرشيطه. راني شاده الحبه، غير نلقاها هنا بدات تشهاب كيما معي هكذا، نحي الفرشيطه عادي ونبقى نرمي في الزيت كيما نرميوه على السفنج. نتوما ترميو وهي تتنفخ، من بعد زيدوا قلبوها على الجهه الاخرى. بعد كيف كان لقيتيوها ما حصلتش معاكم في الحاشيه هذيك، زيدوا ضغطوا عليها شويه برك ورميو لها الزيت حتى تحمر معاكم. ان شاء الله يا ربي تكون الطريقه مفهومه. انا ماذا بيا كي تجربوا الوصفات نتاعي تنجحوا فيهم، ماشي ندخل برك نعطيكم فيديو ونخرج. انا الهدف تاعي انه تديروا الثقه فيا وتجربوا وصفاتي. اكيد ديما حاضره معكم بالتقليدي، وانا من عشاق الوصفات صراحه التقليديه. هنا نقطرها في كاس عادي
وديما يا البنات الكريواش ولا المقرقشات كيكونوا يعني رايحين نعسلوهم غير وقت التقديم. واللي تحب تعسل مثلا هكا بالكونتيتي، هو والله صدقوني يا البنات ميم تتعسل وتتخبى، على خاطر هذوك الزوج مغارف صغار تاع الخل هما اللي يزيد يعطيونا القرمشه، وتبقى القرمشه طويله معاه ميم تعسلوها ما يصرى لها والو. واش هي العسل تكون شويه ثقيله ماشي عسل خفيفه. واش راح نقول، الوصفه التقليديه البنات راهي فيها عده اختلافات، كاين اللي يضيفوا لها العظمه وكاين اللي ما يضيفوا لهاش، كيما عجينه البقلاوه. يعني انا نفضل نضيف لها الحبه هذيك تاع البيض تكون صغيره، وماما البنات تستغناو على حبه البيض كيف رايح يجيكم بنفس الطريقه وبنفس البنه وبنفس يعني التنبال. هذه هي حبيباتي. شوفوا مام اذا درتيو كيلو تاع الفرينه كيف البنات ضيفوا حبه تاع بيض تكون كبيره، انا هذه اللي ضفت راهي حبه صغيره. نكمل نطرح العجينه تاعي كيما قلت لكم، وما تقلبوهاش بزاف، العجينه راهي تتكسل معاكم بكل سهوله خاطر مريحه بزاف. ونكمل بنفس الطريقه ونقليوها مباشره، غير ما نقليها رايحه نعسلها درك معاكم. ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يكون فاتكم ولو بالقليل، وديما نقول لكم مع بعضنا باش نعاونوا وصفاتنا التقليديه يرجعوا للميدان، خاصه الوصفات القدم. شوفوا بعد ما وجد معايا، شوفوا لي هذاك اللون البنات لون ذهبي، ما تحرقوهمش، ديما نقصوا للنار. هنا عندي عسل تاع المشرى المرجان، حطيتها شويه فوق النار باه تلقط روحها ما تجيكمش معقده بزاف، وبقيت نعسل في المقرقشات نتاعي كيما تشوفوا. كمل باقي الكميه كامله نعسلها، نرش عليها الجلجلان ونقدموها يا البنات. قلت لكم مهما تعسلوها وتقعد راهي ما يصرى لها والو، ما تطرى ما والو. درك نخليكم مع القرمشه نتاعها. قلت لكم نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.